ميدو اللاعب دولي المصري السابق قد أصابت لقجع الذي هرول إلى الإخوة في مصر طالبا العون والمدد. الرجل ظهر منبطحا أمام الإعلام المصري وهو يعدد في إنجازات الأهلي وكأنه أتى بالجديد، وكأنه أتى بما لم يأتي به الأولون. معروف بأن الأهلي ونادي القرن في إفريقيا، بأنه أفضل نادي في إفريقيا. لماذا هذه الخرجة الإعلامية في هذا الوقت بالضبط؟ ماذا يريد لقجع من الإخوة في مصر، ولماذا يريد أن يقحمهم في الصراع الذي يجمعه مع شرفاء إفريقيا؟ قلتها، نبدأ من آخر كلمة قلتها. هناك أصوات بدأت تتعالى، أصوات الحق بدأت تتعالى في مختلف أرجاء القارة الإفريقية. الأصوات المعارضة للفساد الذي ينخر جسد الكاف والذي يقوده المغربي لقجع. لذلك شعر بالخطر. الآن عليه أن يخرج من منطقته من أجل أن يهاجم